مرحبا بكم. في عالم اليوم الصين كتبحث باستمرار على أسواق جديدة ومواقع استراتيجية باش توسع نفوذها الاقتصادي. وسط هذا السباق العالمي المغرب كيبان كوجهة مميزة، ماشي غير بحكم موقعه الجغرافي ولكن حتى بفضل الاستقرار السياسي والبنية التحتية اللي بناها. السؤال اللي كيطرح هو علاش الصين كتفضل المغرب على بزاف ديال الدول الأخرى. إلا عجبك هذا المحتوى ما تنساش تخلي لايك وتعليق باش نوصلوا لأكبر عدد من الأصدقاء. الجواب على هذا السؤال: المغرب كيتموقع في واحد النقطة جغرافية ذهبية قريب من أوروبا، وما بينه وبين إسبانيا غير مضيق جبل طارق. هذا القرب كيخلي المغرب حلقة وصل طبيعية بين إفريقيا وأوروبا، وهذا الشيء مهم بزاف للصين اللي باغية توسع تجارتها بين القارات عبر المغرب. الشركات الصينية تقدر توصل بسهولة للأسواق الأوروبية والإفريقية، خصوصا مع الاتفاقيات التجارية اللي كتربط المغرب بدول بزاف. فالمغرب كيتميز باستقرار سياسي مقارنة مع بزاف ديال الدول الإفريقية، وهذه كتعطي ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب. الدولة المغربية دارت إصلاحات وقوانين مرنة، مناطق حرة، حوافز ضريبية اللي كتسهل على الشركات الصينية تخدم وتستثمر بلا عراقيل. البنية التحتية المغربية هي ورقة رابحة: طرق حديثة، موانئ متطورة، مناطق صناعية مجهزة، وشبكة نقل كتسهل حركة السلع. الصناعات المغربية بحال السيارات والطاقة والمعادن كتجذب اهتمام الصين، خصوصا مع التوجه العالمي للطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية. المغرب حتى هو غني بالموارد الطبيعية بحال الفوسفات ومعادن مهمة في صناعة البطاريات. بالتالي انضمام المغرب لمبادرة الحزام والطريق ديال الصين كانت خطوة ذكية كتخليه نقطة استراتيجية في المخطط الاقتصادي العالمي. من خلال هذا الانخراط، الاستثمارات الصينية في المغرب كتولي جزء من شبكة كبيرة كتربط آسيا، إفريقيا وأوروبا. العلاقة بين المغرب والصين مبنية على مبدأ رابح رابح. هو كيستافد من التكنولوجيا والاستثمار وتنمية الصناعة، والصين في المقابل كتحصل على موقع استراتيجي باش تدخل الأسواق الأوروبية والإفريقية. الأرقام كيبينوا أن التبادل التجاري وصل لمليارات الدولارات، وعدد المشاريع الصينية تزاد في السنوات الأخيرة. المغرب ولا مركز للتصنيع والتصدير، ماشي غير للسوق المحلي أو الإفريقي ولكن حتى لأوروبا. هذا التنوع كيبين أن الصين كتشوف المغرب كشريك صناعي بعيد المدى. مع ذلك كاين تحديات، لأنه الاعتماد بزاف على الاستثمارات الأجنبية ممكن يعرض الاقتصاد المغربي لتقلبات. خاص المغرب يحافظ على استقلاليته الاقتصادية ويوازن بين الشركاء باش ما يبقاش راهن قرارات خارجية. وفعلا هذه هي النهج اللي كينهج صاحب الجلالة محمد السادس لسنوات، من خلال تنويع الشركاء على مستوى العالم. كخلاصة، الصين كتختار المغرب لأنه كيجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية المشجعة، الموارد الطبيعية والرأسمال البشري المكون، والاستقرار السياسي اللي هو عامل أساسي. المغرب كيشكل جسر بين القارات وكيعطي للصين فرصة تصدير سهلة لأوروبا، لكن باش المغرب يستافد على المدى الطويل خاصو يوازن بين جذب الاستثمار وتنويع الشركاء ويحافظ على الاستقلالية الاقتصادية ديالو. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموه بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، وما تبخلوش علينا برأيكم. شكرا على المشاهدة.